السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهاردة انا عند ابو ادم الغول، وزي ما انتوا شايفين السعر بعد كده في النهائيات خالص وصل ل55 جنيه. السعر بقى ايه؟ 55 جنيه. هتشوفوا معايا بقى في الفيديو ده عجب العجب او غرائب العجائب او عجائب الغرائب، معرفش بيقولوها ازاي، بس حرفيا بصوا انا بصور لكم الطريق اهو كده. انا جايه من ناحيه شركه الكهرباء ومن ناحيه محطه مترو جمال عبد الناصر، تمام؟ ده الاتجاه اللي انا جايه منه. صورت لكم اهو، وكمان عايزه اصور لكم، يعني هجيب لكم المحل بتاع بوابه الوكاله اهو، اللي عليه التنده الاولى. التنده التانيه دي على محل الكوتشيهات. حرفيا الناس دول عندهم لبس وهم. واحلى حاجه بتعجبني عند الجماعه دول انهم سعرهم موحد، تمام؟ يعني بيقول لك ايه، اي حاجه بكذا، اي حاجه ب55، اي حاجه ب100، اي حاجه ب85، فاهميني؟ هم سعرهم بيبدا من 100 بيوصل ل55 زي ما انتوا شايفين كده. السعر كده هنا وصل 55 جنيه، وحرفيا الحاجه بترقص كده من حلاوتها. يعني عايزه اقول لكم ان انتوا هتشوفوا في الفيديو ده حاجات جميله جدا. الناس اللي بتقول ان هي هتبدا شغل، الناس اللي بتقول افضل مكان اروحه فين يا شيرين، بقول لكم بكل ثقه ومصداقيه وبيني وبينكم ربنا، المكان ده تقدري تبدأي منه أحلى سلسلة شغل، أحلى لقمة عيش هتاكليها من المكان ده. سواء كنتي بنوتة أو شاب أو ست أو راجل أو أيا كان اللي هيشتغل في شغل البالة ده، تمام؟ وعايزة أقول لكم على معلومة تانية، بلاش تجيبوا بالات بالجملة، بلاش تجيبوا بالة جملة. قوليلي ليه؟ هقولك ليه. البالة زي ما بيطلع فيها الحلو بيطلع فيها الوحش، تمام؟ فانت كده متدبسة في بقية الهدوم اللي فيها بقى. انما انت لما تروحي تخطفي لك كام قطعه كده، تستني اما السعر ينزل كده ل 55 جنيه عند الناس دول مثلا، او 65 او 75. هم السعر بيفضل ينزل عندهم تدريجيا 10 جنيه كل يوم، تمام؟ بصي الحلاوه والشقاوه والشياكه اللي انا قدامها، بصي حاجه قمر والله. بصوا يعني اوفر سايز كده، مقاس كبير وجميله جميله، تمام؟ بصوا في حاجه بالتيكت اهي، حرفيا جميله. بصوا حرير. فعايزه اقول لك انت تقدري تستني لما السعر يناسب امكانيتك وتروحي تنقي من عندهم اشيك قطع زي اللي قدام اللي معايا دي. بصي بلوزه بتتكلم من جمالها، بصي شياكه قوي. واللي قبلها اللي كانت بالتيكت اخطفيها ما تسيبيهاش. بصي حاجه زي كده، بصوا شبه بليزر بس قصير وشكله حلو قوي، شيك قوي كده، وليه حزام من تحت. وكمان عندهم الدريسات دي بقى ولا اروع من كده. تخيلي بقى اما تاخدي الدريس كده ب55 تنقلك اشيك دريسات في الكوليكشن اللي عنده. 10 دريسات كده، بصي تزغللي بيهم عيون اللي هيجي يشتري من عندك، او تزغللي بيهم عيون الاونلاين اللي انت هتعمليه ايا كان هو ايه. وبعد كده ان شاء الله هحاول اعمل معاكم سلسله فيديوهات عن ازاي تعملي جروب على الواتساب، او ازاي تعملي جروب على الفيسبوك علشان تشتغلي من بيتك، من قلب بيتك. انت مش هتروحي الوكاله غير مره في الاسبوع، هتجيبي لك كام قطعه كده حلوه مميزه بالتيكت. حضرتك لما تاخدي قطعه بالتيكت زي اللي انا صورتها لك الحمرة دي، وتعرضيها حضرتك كده على الجروب وتقولي دي بالتيكت بواقي تصدير ايا كان، شوفي هتقولي ايه مثلا، وتنقي بقى الماركه. دوسي على الكلمه دي كده كويس قوي، تنقي ايه يا ست الكل. بصوا الدريس، بصوا هسنده كده عشان اوريكم ان هو ليه جيب، شفتوا؟ دريس امور قوي قوي. بصوا شايفين؟ انا بحب والله ابين لكم التفاصيل عشان تشوفوا الحاجه بعينيا وتشوفوا قد ايه الحاجه حلوه وروعه وجميله وتستاهل ماتيريال. والناس هناك ذوق جدا، عندي متابعين كتير والله راحوا وخدوا حاجات ورجعوا قالوا لي والله احنا مش عارفين نقول لك ايه. يعني انا في ناس والله بعتت لي على الواتساب كمان قالوا لي احنا بنشكرك جدا على انك عرفتينا المكان ده والله يا بنات انا بقالي سنة بصور في الوكالة معرفتهوش غير من شهر. تصدقوا دي؟ يعني عايزة اقول لكم انتوا ممكن تكونوا رجلكم بتدب في الوكالة كل يومين 3. بصوا القمر ده، شفتوا الحلاوة؟ بصوا حاجة حلاوة على بقلاوة خالص يعني. ده بقى بصوا الشميز الطويل، شايفين؟
شميس طويل اللون التلجي، اللون الجميل الصيفي. بصوا تمام معايا لغايه كده. فقعدوا يقولوا لي والله احنا جبنا منه حاجات لينا ولاولادنا ومش عارفه ايه. بصوا شايفين البوليرو شياكته وجماله، ايه الحلاوه دي، حرير كده. لما تجيبي بوليرو زي ده مثلا وتبيعيه ب100، البلوزه ام تيكت دي وتبيعيها ب100 ولا ب150 ولا ب120 وتمشي حالك. فشوفي بقى انت وانت قاعده في البيت كده بشويه تكات كده، بتردي على ده وبتردي على ده وبتكلمي ده وبتبعتي لده صور البلوزات اللي عندك وبتبعتي لده. فاهمه قصدي؟ لما تاخدي قطعه زي دي اموره قوي كده برضو جميله. بس معلومه مهمه جدا ودوسي عليها وحطي تحتها 100 خط، نقي الماركة، نقي الماركة. كل مرة هغنيها، ده خصوصا للناس اللي هتشتغل، الناس اللي هتبدأ سلسلة شغل او الناس اللي هتبدأ شغل من الموضوع ده. نقي الماركة. ليه يا شيرين ننقي الماركة؟ طب ما في حاجة ممكن تكون حلوة جدا تمام ومش ماركة. صدقيني اللي بيجي يشتري حاجة لما تقولي له دي براند الكلمة دي ليها سعر. اسألي بقى اي حد بيفهم في الموضوع ده، الكلمة دي لوحدها ليها سعر، كلمة براند والله مش قادرة اقولك. والا بقى لو طلعت على حظك بالتيكت. بصوا الحلاوة بتاعت البلوزة، لو طلعت على حظ حضرتك بالتيكت يبقى اتفتحت لك طاقة القدر. نقيلك بقى 10 حتت كده بالتيكت براند زارا، براند ماكس، براند H&M ولا SHEIN بقى، حاجته بترقص. SHEIN ده انا بعشق الماركه دي يا بنات، SHEIN دي بعشقها. بتعمل شويه دريسات يا خبر ابيض على الجمال. بصوا ايديا واخدين بالكم، ده دريس كنت واخداه منهم، عامل زي الجلباب كده الجينز، بس هو مش جينز تمام. يعني انا ممكن النهارده في اللايف هبقى لابساه. بالمناسبه النهارده في لايف الساعه ما بين الساعه 9 و9:30 او بعد صلاه العشاء تمام. بصوا البلوزه، بصوا يا بنات عشان تعرفوا انا بجيب لكم حاجات والله ما هتلاقوا الاسعار دي في اي مكان في الوكاله. وما تجريش وتروحي هنا ولا هنا لانك هتلاقي اغلى ومش حاجات حلوه كده تمام. وكل اللي راح وجرب وعمل ولف رجع وصدق على كلامي. بصوا دي بالتيكت اهي. بصي بقى قطعه زي دي لما حضرتك تاخديها كده وتعرضيها وتقولي براند وبالتيكت، ما انا تقولي ما اتلبستش، دي تكفي ناس كتير قوي. بصوا شياكه البلوزه. حضرتك برضو لما تاخدي قطعه زي دي وبراند برضو، لما تاخدي قطعه زي دي كده وتروحي بقى تبيعيها البنوته كده على النت مثلا جامعيه او حاجه ب100 او ب120، والله العظيم هتشكرك جدا وهتقولك البلوزه الروعه. بصي دي برضو عجبتني قوي. بصوا ومقاس حلو وتلبس لغايه 80 كيلو والله. بصوا حبيت افردها عشان ابين لكم تفاصيلها، جميله بجد. المكان ده فين يا شيرين؟ اصل انا اول مره اعمل الفيديو على القناه دي لابو ادم الغول تمام. كل فيديوهات ابو ادم الغول هتلاقوها على قناتي التانية جولات شيرين 2. والبس النهارده الساعه 9. بصوا ده كان ماركه زارا، بس الكاميرا مش عارفه مالها مش عايزه تبين الماركه، المهم ان هو ماركه زارا. اصل انا بحب معلش ابين لكم التفاصيل قوي. بصوا حتى فصلت التليفون وشغلته، معرفش التليفون كان تعب مني والله يا ولاد، لاني كنت في سوق الحد يعني بصوا تعبت ولفيت كتير بيه، فالشمس سخنته التليفون يئس مني يعني تمام. فعايزه اقول لكم ده اول فيديو الفيديوهات ابو ادم الغول على القناه دي، لكن القناه التانية اتفرجوا بقى على سلسله فيديوهات ابو ادم الغول ده من اول ما السعر بيبقى ب100 لغايه 85 75 65 لغايه ما بيوصل 55 جنيه. بصوا القمر ده وقولوا لي ايه رايكم. بصوا شياكة السنين. بصوا حاجة أمورة قوي يا بنات والله، حلوة قوي وحرير. بصوا أنا طبعا في ناس الناحية التانية عمالة برضو تشد حاجات وأنا بشد حاجات وكلنا عمالين نشد في بعض يعني تمام.
المكان ده فين يا شيرين؟ لاني اول مره بقول لكم اعمل فيديو على قناتي دي. المكان ده يا ست الكل في الوكاله بعد شركه الكهرباء بشارعين، يعني بعد شركه الكهرباء هتسيبي اول شارع، هو تاني شارع بس على الناصيه من بره، ما تدخليش الشارع خالص، على الناصيه من بره في محل اسمه بوابه الوكاله، جنبيه محل كوتشيهات ابو ادم الغول، ده لازق في محل الكوتشيهات، لازق كده فيه. تمام لغايه كده يا ست الكل. طيب اقرب محطه مترو ايه يا شيرين؟ المحطتين يا ست الكل قريبين، بس انا على الوصف اللي بقوله ده تنزلي محطه مترو جمال عبد الناصر وتسالي على شركه الكهرباء، تسالي يا ست الكل على شركه الكهرباء وتتمشي بقى من جنب شركة الكهرباء كده، هتسيبي أول شارع، هتسيبي أول شارع هتاخدي تاني شارع ما تخشيهوش، هو بقول لكم من بره. تمام. مميز الراجل ده جدا باللبس البراند، باللبس الحلو، باللبس الشياكة زي ما انتوا شايفين، وكمان السعر اللي مش هتلاقي زيه. تمام. انا عارفه ان انا دوشتكم بابو ادم الغول، بس انا لما بلاقي حاجه مميزه قوي كده لازم افضل اقول، لان غيرك ما يعرفش. يعني سامحيني ان انا كل شويه بصور عنده، بس حقيقي بصوا اهي اليافطه بتاعته بالارقام، وكمان مش بس كده هسيب لك رقم تاني تحت الفيديو في اول تعليق مثبت. وزي ما انت شايفه حرفيا المحل جوه بيشغي ناس، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني الله اكبر، مش بنحسد ولا حاجه، بس انا بحب انقل لك الصوره ان المكان مليان ناس من جمال الحاجه بتاعته، يعني فعلا حاجته جميله قوي. بصوا بقى القمر ده، بصوا الحلاوه والشياكه والشقاوه، وبصوا بليزر، يا خبر ابيض على الشياكه، ليزر شيك قوي 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 كمان. تمام. بصوا حبيت اشوف من جوه كده البطانه، لقيت ايه ده، ايه الجمال ده، بليزر والله شيك، شياكه فائقه. يعني لو جبتي حضرتك برضو البليزر ده كده وبعتيه، بس نصيحه اعرضي حاجتك كويس، اعرضي حاجتك بطريقه كويسه، هتلاقي نفسك بعتي الحاجه يعني بسرعه الصاروخ، والله العظيم ما هتقعد عندك، هتلاقي نفسك كل يوم بتكسبي من قلب بيتك. وسلمي محطه مترو، واي تفاصيل بقى تانية خلينا في البث كده عشان ما نطولش عليكم الرغي وعشان ما تتضايقوش. تمام كده. يعني في البث ان شاء الله هقول لكم كل التفاصيل، البث ما بين 9 ل 9 ونص. تمام. كنت معاكم شيرين كمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش البث يا بنات، تعالوا ونوروني، ومش هتعرفي تعلقي الا لو انت مشتركه في القناه، قناه جولات شيرين 2. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.